قبل ما نبدأ ملخصنا حابب أقول لكم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. النهارده معانا فيلم إثارة ودراما ورومانسية هندية طالعة من ملخصاتنا العالمية، فيا ريت تصلوا على النبي وتدعمونا بتعليق ولايك جميل، ولو أنت جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وهيا بينا نبدأ. ملخصنا العالمي بيبدأ مع بطلنا روهان واللي بيفوز مع الجامعة بتاعته في مسابقة الجامعات، بعدها بيبعت رسالة لأهله بيعرفهم إنه خلص الجامعة وهيرجع للبيت قريب، بعدها بيعرف صاحبه إنه هيروح يودع جدته من ناحية أمه وجدته من ناحية أبوه قبل ما يسافر، وبنشوفهم في المعبد وبتكون حزينة جدا، وده بسبب إن حفيدها راهول اللي في الصورة ساب البيت ومشي. بس في اللحظة دي بيوصل بطلنا وبيسلم عليهم وبيحضنهم، وجدته بتفتكر راهول وبتعيط وهو ما بيكونش عارف حاجة. أما بالليل فبتفضل الجدة تعيط برضه، والجدة التانية بتقول لها إنها تتماسك علشان روهان ما يعرفش إن أخوه ساب البيت ومشي، وبنعرف إن راهول بيكون متبني مش أخوه الحقيقي. وفي اللحظة دي روهان بيكون واقف وبيسمع كل كلامهم وبينصدم جدا لما بيعرف الكلام ده، وبيقعد معاهم علشان يعرف الحكاية من أولها. فبتبدأ جدته تحكي له ان والده ووالدته ما كانوش بيخلفوا، فقرروا انهم يتبنوا طفل من الملجأ، بس بعدها بسنتين ربنا اراد انهم يخلفوا وجابوك انت. فبيسالهم وراهول عارف الكلام ده، فبتعرفوا ان والدتك عرفته وهو عنده 8 سنين. وعلشان نعرف ليه راهول ساب البيت بنرجع بالزمن وبيكون في احتفال وبنشوف ابوهم واللي بيكون اسمه ياش، وروهان كان تخين جدا وهو صغير وما بيبطلش اكل، وبنشوف والده راهول واللي بتحس ان ابنها جاي واحساسها بيكون فعلا سليم لاننا بنشوفه فعلا جاي وبينزل من الطياره وبيكون عيل جنتل قوي في نفسه وبيطلع يجري وبيحضن امه. وتاني يوم بنشوفه مع البنت الجميله دي وبيكون اسمها نينا وبيكونوا بيتمشوا. بعدها بنشوف راهول وابوه في الشركه، وابوه بيطلب منه يوعده انه يحافظ على الشركه واسم العيله والعادات والتقاليد اللي هم متمسكين بيها، وراهول فعلا بيوعده. بعدها بنروح لمكان تاني وبنشوف البنت الجميله دي واللي بيكون اسمها انجي، وبتكون عماله ترقص وتتنطط لان الفريق اللي بتشجعه فاز في المباراه. بعدها ترجع انجي للبيت ووالدها بيكون تعبان شويه بس بيطمنها انه كويس وانه مش هيموت غير لما يجوزها هي واختها ويطمن عليهم. بعدها بنروح لبيت راهول وكلهم بيكونوا متجمعين، وبتعرفوا جدته ان عادات العيله بتاعتهم ان اهل العريس هم اللي بيختاروا له عروسته، فبتقول امه ان الكلام ده كان زمان وان المفروض ان العريس هو اللي يختار عروسته. فبيرد والده وبيعرفهم انه متمسك بعادات اجداده واولاده لازم يتمسكوا بيها هم كمان. بعدها بنشوف انجل وبتعرفها بنت عمها دي انها هتتخطب من الشخص اللي هي بتحبه، وهي بتبارك لها وبتكون فرحانه عشانها. بعدها بتنزل ترقص وبتغني، وراهول بيكون معدي في نفس الوقت وبيتسحر بجمالها اول لما بيشوفها، ولما بتروح للمحل بيروح وراها، والبنت بتفتكره انه خطيب بنت عمها وبتفضل تهزر بقى وبتتكلم معاه بعشق، وبتقول له ان عمتها شغاله عند ناس اغنياء وبتوري له صورتها في الجورنال، وبيكون هو ووالده وبتنصدم جدا وبتبقى محروجه وفي نص هدومها لما بتعرف ان هو راهول اللي في الصوره، بس هو بيعرفها ان دمها خفيف وكمان جميله جدا، وبينادي عليه اخوه وبيمشوا من المكان. وبالليل بيكون في حفله بمناسبه عيد ميلاد والدهم ياش، ونينا بتكون عامله له اغنيه وهو بيفرح جدا بيها وبيحضنها وبيكون شايفها انها مناسبه جدا كزوجه لابنه راهول، وراهول بيقول ان والده هو قدوتهم في الحياه. بعدها بيفضلوا يرقصوا ويغنوا ويستمتعوا بوقتهم، ونينا بتكون بتحب راهول بس هو بيكون شايفها زي اخته. وفي اللحظه دي بتوصل انجل وبتكون جايه لعمتها اللي شغاله خدامه هنا، ومن توترها بتوقع الفازه دي وبتكسرها وبتكون غاليه جدا وعمتها بتنصدم. وتاني يوم عمتها بتاخدها معاها علشان تعتذر على الفازه اللي كسرتها، بس ياش بيقول لها فداكي، فبيظهر من وراه راهول وبيرقص للبنت والبنت بتتعصب وهو بيختفي، ولما بتيجي تمشي بتوقع فازه تانيه وبتكسرها، فبتاخدها عمتها وبتقول لها شكلي هترفد بسببك. بعدها بنشوف روهان واللي بيزعق مع اخت انجل، والبنت بترجع للبيت وبتعرف اختها اللي حصل، واللي بتتعصب جدا وبتقول لها انا هجيب لك حقك من الواد التخين ده. واول ما بتلف بتلاقيهم في وشهم وراهول بيكون جايبه علشان يعتذر لاختها، وفعلا بيعتذر لها وبيكونوا اصحاب وبيديها بوسه كعربون محبه. وراهول بيقول لانجل نكون اصحاب زي الصغيرين، هم احسن مننا في ايه، وبيديها هو كمان بوسه وبيمشي، والبنت بتتصدم. وتاني يوم بتكون ماشيه مع بنت عمها وبتقول لها راهول ده شكله بيحبك، فبتقول لها هو هيسيب بنات الاغنياء دول كلهم ويبص لي انا بس؟ بعدها راهول بيتصل عليها وبيقول لها الاطفال خارجين الليله في رحله، ايه رايك نخرج معاهم؟ وهي بتوافق وبنشوفهم فعلا، وراهول بيكون عاوز يقرب منها والبنت بتخاف وبتقول له اوعى تكون عاوز تتسلى بيا، وهو بيعرفها انه بيحبها وهي بتكون طايره من الفرحه. وبالليل بنشوف راهول واقف مع والدته وبيعرفها انه بيحب انجي، فبتقول له بس البنت دي دماغها فيه ربع ضارب، فبيقول لها لا ده المخ كله لاسع، وبيضحكوا الاتنين سوا وهي ما بيكونش فارق معاها غير سعاده ابنها. بعدها بنشوف روهان وبيكون بيعيط لانه هيروح مدرسه بعيده في بلد تانية، وابوه بيقعد معاه وبيعرفه ان دي عادات وتقاليد العيله وانه درس فيها هو واخوه والدور عليه، وبياخدوا راهول في العربيه علشان يوصله، وبوجا اخت انجل بتكون مستنياه وبتودعه. بعدها بتروح عمه انجل تعزم اياش على خطوبه بنتها، بس بيقول لها بتكبر هبعت لك راهول، فبتمشي الست وهي زعلانه لانها طول عمرها بتخدمهم. ولما زوجته بتتكلم معاه بيقول لها ان ما ينفعش يروح اماكن فقيره زي دي
العربيه. بعدها بنروح لخطوبه البنت والكل بيكون بيرقص وفرحان، وبيدخل راهول وهو لابس لبس هند زيهم، وانجل بتتفاجئ وبتفرح، وفي نفس الوقت ابوه بيكون بيخطب له نينا البنت اللي بتكون مبسوطه جدا لانها اصلا بتحبه، بس هو طبعا بيحب انج، وبيكونوا عمالين يرقصوا ويغنوا ويتنططوا. بعدها بيرجع وبيعرف والده انه خطب له نينا، وهو بيكون مصدوم جدا بس ما بيقدرش يتكلم، وبيروح يقعد مع نينا وبيقلب فرحتها بصدمه، وبيعرفها انه بيحب بنت تانية وانه طول عمره معتبرها اخت ليه. والبنت مع انها بتحبه بتتقبل مشاعره وبتقول له وهي بتعيط اتمنى لك حياه سعيده مع البنت اللي انت بتحبها، فبيشكرها وبيحضنها وهما الاتنين بيعيطوا. بس لما بيعرف والده بيتعصب جدا لان دي عادات وتقاليد وهو متمسك بيها، ان الاب هو اللي بيختار عروسه ابنه، وبيقول له اخترت لك بنت جميله وكويسه من عيله غنيه وانت رايح تختار لي بنت فقيره من تحت بير السلم، انت خيرت ثقتي فيه. وراهول بيكون مصدوم جدا بس علشان والده زعلان بيعتذر له وبيقول له انا هصلح كل حاجه، وبيروح لانجل علشان ينهي علاقته معاها ويرضي والده، بس بينصدم جدا لما بيلاقي والدها مات والبت بتكون منهاره جدا عليه. ولما بيشوفها راهول في الحاله دي بيقرر انه يكون سندها في الدنيا ويتجوزها، وطز في العادات والتقاليد بتاع ابوه، وبيعمل كده فعلا وبيتجوزها في وسط الجنازه، وبياخدها وبيرجع البيت لوالده. بس والده بيكون متضايق جدا ومش طايقه، وبيقول له انت لو كنت من دمي كنت هتمشي على عاداتنا وتقاليدنا، لكن علشان انت لقيت خيبت ظن فيه. وبيطرده، وراهول وانجل بينصدموا جدا، وبيروح راهول يودع والدته وبيحضنها وبيعيطوا هما الاثنين، وبيروح يعتذر لوالده وبيطلب منه السماح، وبياخد مراته وبيمشوا من المكان، وبيقعد مع اخوه وبيطلب منه انه يخلي باله من والده ووالدته، وما بيرضاش يعرفوا اي حاجه عن اللي حصل، ومن بعدها بيختفي. ودي كل الحكايه. وروهام بيكون مصدوم جدا ان كل السنين دي ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، وبيرجع البيت وبيحضن والده ووالدته وبيحتفل معاهم وهو حزين وعمال يتخيل اخوه معاهم، وبيقرر انه يدور على اخوه. بعدها بيروح لبيت انجل وبيسال عليها، فبيعرفوا الولد ده انها اتجوزت وسافرت لندن، فبيرجع لوالده وبيعرفه انه هيسافر لندن علشان يدرس هناك ويكمل دراسته، وبيودع امه وبيقول لها قريب هرجع لك ابتسامتك من تاني. وبيمشي فعلا من المكان وبيسافر لندن علشان يدور على اخوه، وبيشوفه وبيجري عليه بس بيطلع انه كان بيتخيل وده شخص تاني. فبيروح يبحث على الكمبيوتر وبيكتب اسم اخوه على برنامج معين، وبيقدر فعلا انه يوصل للعنوان، وبنشوفهم فعلا وبيكون خلف ولد اسمه كريش، وكمان عمتها تكون معاهم لان هي اللي ربت راهول وهو صغير. وبنشوف بوجا اخت انجل لما كبرت وبقت جميله جدا وحاجه اخر حلاوه، وبتخرج مع اصحابها وبيروحوا للجامعه، وبنعرف ان كل شباب الجامعه عينيهم منها بس هي كارفه للكل ولا واحد عاجبها. وبيوصل في نفس اللحظه دي روهام بعربيته الشيك، والبنت اول ما بتشوفه عينيها بتزغلل وهو ما بيهتمش وبيمشي، وبتكون متفاجئه ازاي هي ما عجبتوه، وكل شباب الجامعه هيموتوا عليها. واول ما بينزل روهام من العربيه كل البنات بتعجب بيه، وبتروح بوجا تقعد معاه تعرف منه ان هو الولد اللي كان شبه الانبوبه وهو صغير بس كبر وحلو، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبتعرفوا ان اختها اتجوزت واستقرت هنا، بس اختها كان نفسها انها تعيش وسط اهل راهول وتكون زوجه مطيعه لوالده ووالدته، وهو بيعرفها انه جاي هنا علشان يصلح كل حاجه ويرجعهم للبيت من تاني، وانه محتاجها انها تساعده في الموضوع ده. والبنت بتوافق وبتروح لراهول وبتعرفه ان في حد قريبهم مش لاقي مكان يسكن فيه، وانها عاوزه تجيبه ويقعد معاهم هنا كام يوم على ما يلاقي مكان. وراهول بيكون رافض، فبتضغط على اختها وبتعرفها انها جابته معاها واقف بره دلوقتي. فبتكلم راهول، وبوجا بتنادى على روهان، واللي اول ما بيدخل وبيشوف اخوه بيحزن جدا لانه مش عارف يحضنه، وبيتعرفوا على بعض وبيعرفوا ان اسمه ياش علشان يفكروا بوالده. فبتاخده بوجا وبتوصله للغرفه اللي هيعيش فيها، فبيشكرها على المساعده. فبيجي راهول وبيعرفه ان مفيش شرب ولا تدخين ولا بنات، وان دي من قواعد البيت. بعدها بيتصل روهان على اهله وبيعرفهم انه ساكن مع اسره هنديه بس مش بيرضى يعرفهم ان هو اخوه. وراهول بيصحى من النوم على صوت حد بيصلي، وبيخرج هو وزوجته وبيلاقي روهان شكله كده سيطر على بوجا، وبيفضلوا يصلوا الاتنين سوا. وروهان بيعمل الحركات دي علشان يفكر راهول بالماضي. وتاني يوم بيخرج راهول للشغل بس بيلاقي عجله العربيه بتاعته نايمه، وبيوصل روهان بالعربيه بتاعته بيعرض عليه انه يوصله، بس ثواني كده هي مش عربيه روهان دي كانت حمراء من شويه، ما علينا. المهم بياخدوا معاه فعلا وبيفضلوا يتكلموا في الطريق، وبيسمعوا في الراديو ان الهند كسبت ماتش ضد انجلترا وبيفرحوا جدا. وبوجا في الجامعه بتكون موقفه الشباب طابور كده عشان تختار واحد يروح معاها الحفله، فبيوصل روهان وبتقول له انت اللي هتيجي معايا الحفله، بس هو بيقول لها انت مش من مستواي، وبيسيبها وبيمشي، وهي بتعجب بيه اكتر. وبالليل بنشوفها لابسه وراها الحفله وبتقول له مش هتيجي الحفله، فبيقول لها بص لرجليكي انت لابسه فرده وفرده، وبيفضل يضحك عليها. فبتقول له دي موضه يا جاهل، بتسيبه وبتمشي تخرج مع واحد علشان تغيظه. وفي الحفله بتقول لاصحابها انها مش بتحب روهان اصلا، بس بتتفاجئ ان هو واقف قصادها وهو اللي بيغني، فبتسيب الولد اللي معاها وبتروح، وبيقضوها بقى رقص وتنطيط وغنى. وتاني يوم بيروح لاخوه وبيقول له ان محتاج التليفون لان عيد ميلاد والده النهارده، وراهول بيتفاجئ لان عيد ميلاد والده هو كمان النهارده، وفي نفس الوقت بيكون برضه عيد ميلاد والد انجل الله يرحمه، بيكونوا بيجهزوا نفسهم علشان رايحين المعبد هم كمان. وتاني يوم راهول بيروح
بيروح للشغل ورهان بيتكلم مع انجل وبيحاول يفكرها بالعيله وكده، وبيخلي والدته تكلمها من غير ما يعرفوا بعض، فبتعرفها ان النهارده المفروض حماتها تبعت لها هديه، وهي بتقول لها انا هبعت لك الهديه اللي المفروض كنت هبعتها لزوجة ابني. والاتنين بيعيطوا، تشكر رهان جدا. وبالليل بيكون في حفله ورهان بيقول لبوجا مش ناويه تعترف بحبك، فبتقول له لما تعترف لاخوك ان انت اخوه الاول. بعدها بيفضلوا يرقصوا ويغنوا. في اللحظه دي راهول من غير ما يحس بيحضن اخوه، وامهم بتحس وبتطلع تجري على امل انهم جايين، وبتفتح الباب بس مش بتلاقي حد. ورهان بيقول للست دي يا ديجي، ودي الكلمه اللي كان دايما يقولها ليها وهو صغير، وهي بتفتكر العيله وهو كان قاصد يعمل كده اصلا علشان يفكرها. بعدها بيروح يلبس الجزمه علشان بيكون رايح حفله، بس ما بيكونش عارف يربط الجزمه، وبتيجي الست دي تربطها له، فبيقول لها هربطها انا يا ديجي. وهنا بتتاكد ان هو رهان وبتعيط وبتحضنه. وبتدخل انجل وعرفت ان هو رهان اخو راهول، فبيطلب منهم ما يعرفوش اخوه حاجه. بعدها بيروحوا للحفله اللي كريش ابنهم هيغني فيها، وبيهدي الاغنيه لوالدته، وبيغني اغنيه هنديه كان دايما امه بتغنيها. ولما بيخلص بتروح امه تجري عليه وبتحضنه. ولما بوجا بتسال الولد انت ما كنتش متوتر وانت بتغني، فبيقول لها ان رهان قال له لو حسيت انك متوتر فكر في عيلتك وكل حاجه هتعدي. ولما بيسمعهم راهول بيفتكر والدهم، لان هو اللي كان دايما بيقول لهم الجمله دي. وفي اللحظه دي راهول بيعرف ان رهان يبقى اخوه، وبيروح يقعد معاه وبيقول له انا كل اللي محيرني في الموضوع انت ازاي خسيت كده. وبيحضنوا بعض وهما بيعيطوا. ورهان بيقول له ارجع معايا البيت علشان نلم شمل العيله من تاني. فبيقول له راهول ان ده مش بيته اصلا من البدايه، وبيعرفه انه لقيط وانه حاليا عنده اسره مراته وابنه، وبيطلب منه يرجع هو ويخلي باله من والده ووالدته. فبيعرفه ان امه حزينه من يوم ما مشي من البيت، وان الفرحه ما ظهرتش على وشها ولا مره. بس راهول ما بيكونش قادر ينسى ان والده طرده من البيت وقال له انه مش ابنه. بعدها بيروح رهان وبيتكلم مع بوجا وبتجيلهم فكره، فبيتصل على والده وبيطلب منه ان يجي هو ووالدته لندن علشان يعرفهم على البنت اللي هو اعجب بيها، وبيسمعهم صوتها في التليفون. فبيتحمسوا، وفعلا تاني يوم بيسافروا لندن، واياج بيتصل على ابنه ورهان بيعرفه انه هيقابلهم في السوق الكبير. ودي بتكون الخطه لان راهول واسرته بيكونوا موجودين في نفس المكان، وامه بتحس ان ابنها موجود في المكان فتمشي ورا احساسها لحد ما بتوصل له فعلا، وبتبدا عينيها تدمع وبيحضنها. وهو كمان بيعيط في مشهد مؤثر جدا، وبيعرفها انه خلف طفل اسمه كريش. بس اول ما بيشوف والده جاي بيمشي من المكان. اما انجل فبتروح علشان تتكلم مع والده بس بتتردد وبتديله ظهرها علشان ما يعرفهاش، وبتحاول تمشي فبيوقفها رهان وبيعرف والده انه جابهم لحد هنا علشان يلم شمل العيله من تاني ويرجع اخوه للبيت. وابوه بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت كدبت عليا. فبيقول له انا لو قلت لك تعالى علشان نرجع اخويا ما كنتش هتوافق. فبيعرفه ان ده اصلا مش ابنه، بيكون غروره مسيطر عليه. وهنا بيتضايق رهان جدا وبيقول له انت ربنا اداك كل حاجه بس اخد منك طيبه قلبك. فبيضربه ابوه بالقلم، ودي اول مره يضربه في حياته. والولد بيقول له انا كده اتاكدت ان انت بتحبه بس غرورك هو اللي منعك. وانجل بتكون قاعده مع راهول وبتقنع فيه انهم يرجعوا تاني يعيشوا مع اهله، بس هو ما بيكونش قادر ينسى ان ابوه طرده من البيت وقال له ان هو مش ابنه. وتاني يوم جدتهم بتموت وبتكون موصيه ان راهول يحضر جنازتها، فبيقول والدهم انهم مش هيستنوا حد، وبيروح علشان يولعوا في الحاجه اللي ماتت. بس في اللحظه دي بيوصل راهول وبيمسك معاهم الشعله والتلاته بيولعوا فيها. وبالليل بنشوف امهم وهي بتتكلم مع زوجها وبتقول له انا عاوزه ابني يرجع يعيش معايا من تاني، فبيرفض. فبتعرفه ان سبب حزنها ان راهول مشي من البيت، وانها مش هيرجع لها فرحتها غير برجوع ابنها. ورهان بيروح لاخوه وبيطلب منه يرجع البيت مره واحده قبل ما يسافر لندن لان والدته عاوزه تشوفه. وبيروح فعلا هو وزوجته وبيقابل والدته وبيحضنها، وبيروح علشان يسلم على ابوه ويودعه. بيلاقيه واقف قدام صورتهم وهم صغيرين وبيكون بيعيط. وفي اللحظه دي بينتصر على غروره وبيعرفه ان الغرور والكبرياء هم اللي طردوه من البيت، وان من ساعه ما انت مشيت والحزن ما فارقش بيتنا. فبيقول له راهول انت طردتني وقلت ان انا مش ابنك وانك مش بتحبني. فبيقول له انا لو مش بحبك ما كنتش جبتك هنا اصلا. والاتنين بيحضنوا بعض وهم بيعيطوا في مشهد مؤثر جدا. وبيجي رهان وبيعتذر لهم وبيحضنهم، وبيروح يعتذر لمراته وبيحضنها، وبيروح يعتذر لمراته وبيحضنها لانه كان سبب في حزنها 10 سنين. واخيرا بيوافق انهم يقعدوا في البيت ويلم شمل العيله من تاني. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف رهان بيتجوز بوجا. وهنا بيكون انتهى ملخصنا العالمي بنهايه سعيده. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بتعليق ولايك جميل، ولو انت جديد ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.